ايه هي فايده الجرين كارد؟ الجرين كارد ده عباره عن اقامتك الدائمه داخل امريكا. بمعنى ايه؟ ده الورقه او الكارت اللي بيقول ان انت كشخص ليك حق العيشه داخل هذه الدوله. بيطلع منين بقى الجرين كارد ده؟ بيطلع يا عن طريق الجواز، يا بيطلع عن طريق الشغل، يا بيطلع عن طريق الهجره. حاجات كتير بتطلع لك، او مثلا لم شمل، حاجات كتير ممكن تطلع لك الجرين كارد. ولكن الجرين كارد ما تقدرش تقعد في امريكا من غيره. وبعد الجرين كارد ما تاخده ب5 سنين بيتحول لحاجه اسمها جنسيه. الجنسيه دي او بيتعمل لك حاجه اسمها ناتشراليزيشن، بتتجنس داخل امريكا عشان انت بقالك اكتر من 5 سنين عايش في امريكا على الجرين كارد. طيب لو انت واخد الجرين كارد عن طريق الجواز، بتقدر تقدم على الناتشراليزيشن بعد 3 سنين من تاريخ الجواز. يعني ايه؟ يعني انت لو متجوز، لو اتجوزت خدت جرين كارد وفضلت متجوز، بعد 3 سنين هتاخد الجنسيه. طب لو اتجوزت خدت جرين كارد وطلقت، ما حصلش نصيب وما كملتوش مع بعض، بعد 5 سنين هتاخد الجنسيه. طيب لو انت عندك الجرين كارد وعملت مثلا جالك سؤال، لو عندك الجرين كارد عن طريق الهجره مثلا 5 سنين وتاخد الجنسيه. فدي الحاجات اللي ممكن تستخدم فيها الجرين كارد يجيب لك الجنسيه. ايفنشولي معظم اللي معاهم جرين كارد بياخدوا الجنسيه في النهايه. ولكن انت لازم يبقى ليك اقامه داخل الدوله، لازم يبقى بتدفع ضرائبك في ميعادها، لازم يبقاش عندك يبقى عندك سجل نظيف. حاجات كده كتير لازم تهتم بيها عشان تاخد الجنسيه بتاعتك في امريكا. جرين كارد هو الاقامه الدائمه داخل امريكا، اسمه legal permanent residency card.